السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب الجميع يكون بخير. سألت كتير الفترة اللي فاتت ديت عن بعض القصص الناجحة في عالم البيزنس. وانا واحد من الناس كنت مهتم قوي بالقهوة عموما، يعني بحب اشربها وبحب ان انا اعملها وبحب ان انا اكون موجود في المكان اللي بيبقى فيه الرومة بتاعتها، التيست بتاعها. لما قعدت ان انا ابص على بعض الشركات او الام ان سيز المالتي ناشونال كوربوريشنز، لقيت ان انا من اشهر الشركات اللي موجودة على وجه الارض ستاربكس كبراند بريميوم، وكمان كانتشار على مستوى الكره الارضيه كلها. الارقام لو قلت لكم ان هم عندهم اكثر من 32,000 ستور متوزعين على 80 دوله من الكره الارضيه، هتبدا ان انت تبقى كيريوس شويه ان انت تعرف قصه نجاح الشركه دي، وهيزيد عندك كمان انتباهك او تركيزك ان انت عايز تعرف هم ليه نجحوا لما تعرف ان عندهم 36 سنه. يعني البراند ده كله باللي هم وصلوا له عنده 36 سنه فقط. عمليه الانتشار دي كلها وصلت ازاي؟ بعض الارقام اللي تخليكم تبقوا كيريوس قوي حوالين المالتي ناشونال كوربوريشن ديت، ان الناس ديت النهارده بقوا اكبر من اكبر بنك موجود على وجه الكره الارضيه. تقول لي بنك؟ عملوا حاجه اسمها ستاربكس بريميوم لويالتي بروجرام، وده بيكون زي نظام نقاط كده، حضرتك بتشحن الابلكيشن بتاعهم وبعد كده بتطلب من اقرب ستور ليك اللي انت محتاجه بالظبط من الخدمات بتاعتهم او منتجاتهم. هتبص تلاقي ان الفلوس اللي بيتم تحويشها مقدما اكبر من اكبر بنك موجود على وجه الكره الارضيه دلوقتي. كل الحاجات اللي انا قلتها لك ديت تخليك تبقى عاوز تعرف قصه ستاربكس بداوا ازاي. الناس دي كانت عباره عن ايه؟ القصه بدات سنه 1971 عن طريق 3 اشخاص. 3 كانوا اصحاب، 3 رايترز موجودين في مدينه اسمها سياتل الامريكيه في العاصمه واشنطن. بداوا من الفكره بتاعتهم لما قلدوا حد من الناس اللي بيبيعوا بن. كل اللي هو بيعمله ان هو راجل هولندي بيجيب البن المستورد ويبدا ان هو يحطه عنده في المحل، وبعد كده خدوا الفكره منه ان هم يعملوا توليفه خاصه بيهم. كلمه توليفه ان انت بتحط اكتر من نوع معين من القهوه على بعض بتحميصه معينه عشان يعملوا الرامر بتاعهم او الحاجه الاروما اللي هم بيتكلموا بيها. في الوقت ده طلع عندهم واحد اسمه شولتز او هاورد شولتز. الراجل ده كان مسؤول عن جزئيه معينه اللي هو بيبيع للناس ديت الماكينه اللي بتعمل القهوه. الراجل ده بعد ما راح لهم اعجبوا بيه، قال لك ان الراجل ده شاطر خالص. طب ما دام انت شاطر خالص كده ما تيجي تشتغل معانا. فادوا له ان هو يبقى الدايركتور بتاع الماركتنج تيم اللي موجود عندهم. ولا كان في ماركتنج تيم ولا حاجه، الموضوع كله كان عباره عن محل صغير ويمكن فرع او 2 كمان في نفس المدينه فقط. 1983 شولتز او هاورد شولتز قرر ان هو يروح على ميلانو يحضر معرض هناك من المعارض الكبيره قوي اللي بتبقى خاصه بالموضوع بتاع الكوفي والكوفي ماشين والى اخره من القطاع بتاع البيفريج ده. وهو هناك لقى في ميلانو الناس بتقدم شغل وفي نفس الوقت تقدر ان انت تاخد الكاب بتاعك وتقعد في مكان وتبقى قاعد مرتاح والناس هناك فريندلي قوي. فقال لك احنا ليه مش عاملين كده؟ احنا كل اللي احنا بنعمله احنا بنبيع بن فقط. لا خلاص يلا بينا نعمل الموضوع ده. فرجع تاني لستاربكس فاوندرز وبدا ان هو يتكلم معاهم ويقول لهم ايه رايكم نعمل كده؟ راح قال له لا. رفضوا الفكره تماما، ولانه هو راجل ريسك تيكر بالفطره، انتربرينور فعلا، بدا ان هو ينعزل عنهم وقدم استقالته وخد مكان تاني قريب منهم كده وسماه لي جورنالي، وبدا ان هو يعمل فيه نفس اللي شافه بالظبط هناك في ميلانو. وكان عنده استراتيجيه واضحه قوي. نمبر 1 في الاستراتيجيه بتاعته كان حاجه اسمها اجريسيف اكسبانشن. نمبر 2 ان هو طبعا بيفتح في كل مكان وفي كل حته بطاقه كبيره جدا. نمبر 2 من الاستراتيجيات اللي كانت موجوده عنده ان هو قرر ان يبقى ستاربكس ده البليس نمبر 3 عنده. يعني انا بالنسبه لي البيت الشغل ستاربكس، والمكان يبقى كوزي مريح، في ميوزك حلو قوي، المج دايما تلاقيه كبير والمشروبات بتاعتهم متنوعه، فتلاقي نفسك كانك في مكانك بالظبط. فشجع على السوشيالايزنج والجزء اللي احنا بنحبه فيه كتجمعات. بدا يكبر منه لي جورنالي، وبعد فتره سنه 1987 ستاربكس فاوندرز لقوا ان هم مش قادرين يكملوا فاضطروا يبيعوا ستاربكس، وهو اللي اشترى ستاربكس. وكان اول مشروع بالنسبه له ان احنا هنعمل الاجريسيف اكسبانشن، ان احنا نطلع بره امريكا الشماليه. بعد ما طبعا طلع على كندا قال لك احنا اول حاجه هنبدا ان احنا نتكلم فيها بعد كده على كندا، على طوكيو، انا اسف، اليابان. وبدا فعلا ياخد ستاربكس ويروح بيها ناحيه اليابان. رجعنا لكم تاني، هتبصوا تلاقوا نفس الطقم هو ما بحبش اغير كتير. المهم بعد ما رحنا على اليابان لقينا ان احنا عندنا قطاع تاني قريب منه قوي، اللي هو عندي سنغافور، عندي تايلاند، عندي اندونيسيا، عندي الهند، وعندي الصين. كل ديت اسواق كبيره جدا،
وانا بالنسبه لي عندي استراتيجيه معينه اللي هي اجريسيف اكسبانشن. فبدانا ان احنا ننتشر في قطاع اسيا كله على بعض، ولكن واجهتني مشكله كبيره قوي كهاورد شولتز. ايه المشكله اللي ممكن تواجهني؟ ان انا عندي اختلاف ثقافات في كل دوله من الدول دي. كان بيقابلني مشكله ازاي ادخل السوق. فكان عندنا استراتيجيه عشان نعمل بيها الاجريسيف اكسبانشن ديت. واحنا داخلين اي سوق اجنبي بندور على 3 من الانتري مود المعروفين عالميا. نمبر 1 هولي اوند، ان انا املك الحاجه وانا داخل، انا اللي داخل ملكت الشركه كلها على بعضها وانا داخل بنفسي في السوق ده. ونجح في بعض الاماكن اللي هو دخل بيها بنفس الاستراتيجيه ديت، ولكن في بعض الناس ما بتقبلش حاجه زي ديت لان الريسك بتكون عاليه قوي، فيبدا يعدل على الانتري مود الثاني اللي هو اللايسنسنج، ان انا حدي لايسنس لحد كبير هو اللي هيتولى المأمورية بتاعت الانتشار كله على بعضه داخل المنطقة أو المكان ده. لو سألنا موجود مع مين في مصر هتقولي موجود مع مؤسسة الشاي الكويتية، هي ديت اللي معاها اللايسنس بتاع ستاربكس الشرق الأوسط. بعد كده هتلاقي ان في حاجة ثالثة بيعملها برضو اللي هي جوينت فينتشر، بيدور على حد كبير ومشهور يبدأ ان هو يدخل معاه في السوق ده. ولقينا ان ديت نجحت في أسواق كتيرة قوي، منها السوق الصيني. لما بدأ يفكر في السوق الصيني لقى ان الصين كبيره قوي على واحد بس ان هو ياخدها، فدخل مع 3 شركات، واحده في الشمال واحده في الجنوب واحده في الغرب. وفعلا ال3 شركات دولت مع اختلاف تخصصاتهم نجحوا قوي ان هم يساعدوه على اقتحام السوق. واقتحم السوق في الفتره ديت لانهم عرفوا من اين تؤكل الكتف. هم اهل ديار البلد عارفين بالظبط من اين تؤكل الكتف، نقدر نقدم للناس الحاجه ازاي. من ضمن المشاكل اللي هو قال لك ان انا هدخل بنفس الدخله بتاعتي في اليابان وفي اندونيسيا وفي الصين، هنجح كمان ان انا ادخل الهند. وهنا كانت الشوك، الصدمه اللي تعرض لها شاور هولز او هاورد شولتز انا اسف، لما بدا ان هو يدخل على الهند. الهند كان عندهم مشكله لان الهند اصلا عندهم القهوه بتاعتهم، السوق مش جديد عليهم، وهم نيشن بتحب قوي التي، كل مشروباتهم قايمه على الشاي. فانا هدخل النهارده واقول لهم ان انا جاي بثقافه البريميوم، وعندهم بعض اللوكال كومبيتيتورز اللي هم فظاع في الموضوع. والحته دي هتوقفني معاكم لقصه القهوه. اصلا القهوه موجوده في الوطن العربي تقريبا من القرن ال16. الحملات الاجنبيه اللي مرت بينا كلنا كانت موجوده الحروب وقامت على الجزء بتاع القهوه. هتبص تلاقي في الدوله العثمانيه حافظوا قوي على القهوه اللي موجوده اللي كانت بتطلع من اليمن واثيوبيا، وما كانش ينفع حد ابدا ان هو يغادر البلاد ومعاه حبايه قهوه صحيحه لانها ممكن تتزرع. فكانوا بيجبروه يا اما يتعمل لها بويلد ان هي تتسخن وبالتالي تفسد ما ينفعش انها تتزرع، او ان هي تكون مطبوخه ومتحمصه اصلا. دي الحاله الوحيده اللي يقدر ان هو يهاجر بيها. ولكن كان في مهاجر او الناس اللي كانت بتيجي عشان خاطر تعمل عمره وحج، كان منهم واحد هندي. الراجل ده بعد ما طلع بالظبط من السعوديه وهو بيركب المركب بتاعته ورايح ناحيه الهند، راح واخد 7 حبات وراح مخبيهم في بطنه في حاجه هنا كده، بدا ان هو يخبيهم فيها. ولما راح الهند بداوا ان يزرعوا، وبالتالي القهوه موجوده في الهند من القرن ال16. انت داخل النهارده في سوق يعرف القهوه كويس قوي، وعندهم تريد نيم اسمه CCD اللي هو كوفي كافي داي او كافي كوفي داي، وده من اشهر الناس اللي بتقدم القهوه. المجتمع الهندي هتبصوا تلاقوا ان هو قريب قوي من المصري. بالنسبه لايه؟ نمبر 1 عدد الناس كتير قوي، الشباب والقوى العامله كتير قوي، الدخل منخفض جدا، وبالتالي لما يحب يشرب قهوه بيشرب القهوه اللي احنا بنشربها الصغيره بتاعتنا دي، عشان خاطر مجموعه الشباب او الناس اللي شغاله في التك مش فاضيين ان هم يقعدوا في مكان كوزي ويدفع رقم كبير قوي عشان خاطر يبدا ان هو ياخد بيه القهوه. انا هقدر ادخل السوق ده ازاي بالاسعار المعروفه عني ان انا بريميوم، وفي نفس الوقت كمان انا مش بقدم عندي شاي، هم ناس بتشرب شاي. ومن هنا كان شولتز بدا ان هو يعمل عمليه كاستمايزنج للاستراتيجيه بتاعت ستاربكس. فبدا ان هو يقدم لهم ايه؟ قدم 18 نوع شاي، وبدا يقلل في الاسعار بتاعته ويفتح في الاماكن اللي فيها التك. زي عندنا هنا كده القريه الذكيه بالظبط، بدا يفتح في اماكن بسيطه اللي يتمركز فيها الناس بتاعه التكنولوجي والبروجرامرز والديفلوبرز. الناس اللي موجوده ديت ما بتدورش قوي على الحاجه اللي تقعد وترتاح فيها قد ما عايزه حاجه فعلا تصحصحها وتساعدها على التركيز. ومن هنا بدا فعلا من 2012 دخوله في الهند ل 2018 يحقق اول مكسب ليه. ومن هنا نقدر نقول ان الراجل ده الاكسبانشن بتاعته والاستراتيجيات اللي كان مستغلها قدرت ان هي تخليه يوصل لاكثر من 62 expected
نمبر من الستورز اللي هتتفتح او تكون موجوده 62,000 على مستوى الكره الارضيه كلها في اكتر من 80 دوله. فاحنا لو هناخد كيس في عمليه الاكسبانشن وعمليه الاستراتيجيز وعمليه النجاح فعلا في وقت قصير قوي، مش هتلاقي افضل من ستارت ابس عشان خاطر ان انت تبدا تحلل. شكرا لكم.